اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده، وفيلم النهارده القاهره 30. فيلم القاهره 30 هو فيلم مصري من انتاج 1966، وهو فيلم دراما ورومانسي. الفيلم بيحكي قصه صعود وسقوط ابن الصعيد الفقير محجوب عبد الدايم. الفيلم من إخراج العظيم صلاح أبو سيف، واللي واجه صعوبة كبيرة في إنه يقنع سعاد حسني وأحمد مظهر إن أدوارهم في الفيلم ما تكونش أدوار بطولة، وتم الاتفاق معاهم بعد ما كان أصلا صور شوية مشاهد من الفيلم. ومن كتابة نجيب محفوظ اقتباسا عن رواية القاهرة الجديدة، وصلاح أبو سيف وعلي الزرقاني ووفية خيري، والحوار من كتابة لطفي الخولي. تم تعديل السيناريو 3 مرات، والجدير هنا بالذكر ان الفيلم صلاح ابو سيف كان مشروع مهم جدا بالنسبه له وشخصي، حاول يعمله كذا مرة، ولكن الرقابة كانت دايما بترفض، لحد ما نجيب محفوظ اللي هو صاحب الرواية الأصلية بقى رئيس الرقابة وراح قدم له الفيلم تاني. ونجيب محفوظ رفض الفيلم اللي مكتوب عن الرواية بتاعته هو شخصيا، عشان ما يتقالش ان هو وافق على حاجة بس عشان بتاعته وان هي كوسة. وبعد كده لما مسك عبد الرحيم سرور الرقابة، وافق عليه بشرط تغيير الاسم من القاهرة الجديدة للقاهرة 30، عشان محدش يربط الفساد اللي في الفيلم بالقاهرة بعد الثورة، ويأكد الفكرة ان الفيلم بيتكلم عن القاهرة سنة 30، يعني ايام الملك. ومدير التصوير هو محسن نصر، والموسيقى التصويرية من فؤاد الزهري. الفيلم من بطولة سعاد حسني في دور إحسان، ما عنديش حاجة أقولها عليها، سعاد حسني كل أدوارها حلو. وفي دور البطولة الرئيسي حمدي أحمد، في أول بطولة مطلقة ليه في دور محجوب عبد الدايم، اللي قال حمدي أحمد إن هو لما وافق على الدور نجيب محفوظ استقبله بشكل سيء جدا، لأنه كان مشمئز من الشخصية اللي هو نفسه كتبها، وما كانش مؤمن إن حمدي أحمد هيأدي الدور ده بشكل كويس. ولكن لما شاف الفيلم عجبه جدا واثنى عليه. وكان ساعتها حمدي احمد ممثل تلفزيوني ومسرحي، وصلاح ابو سيف كان شايف ان هو ممثل وعنده قدرات كبيره جدا ومش مستغل، وراح حضر له عرض مسرحي لمسرحيه 4 في زنزانه ومشي بعدها على طول. فحمدي احمد خاب امله وافتكر ان هو ما عجبش المخرج، ولكن اتفاجئ بعدها ان صلاح ابو سيف اختاره في دور البطوله في الفيلم ده مع نجمين كبار زي احمد مظهر وسعاد حسني. واخيرا احمد مظهر في دور قاسم بك. 3 شباب طالعين من الجامعة، واحد باصص للمستقبل بيشتم في الملك والإنجليز، التاني باصص قدامه خايف، والتالت باصص تحت رجليه بيقول طز. دول محجوب عبد الدايم، أحمد بدير، وعلي طه. في حركة من الغضب وسط شباب الجامعة من الفساد والأسعار. علي طه بيحب إحسان الفقيرة، وبيجيب لك إحسان محبوسة وسط أبوها وأمها. أمها كانت بتشتغل رقاصة تقريبا يعني، وأبوها بيبيع في الشارع وبيشحت، شقة تعبانة وهدوم مقطعة. الكل عجباه إحسان. بتعدي عربية بتطرطش مية على إحسان، بنلاقي فيها قاسم بيه ومراته، وبنشوف بقى الكاميرا وإحسان معكوسة على إزاز العربية ما بين قاسم بيه ومراته، كأنه فور شادوينج. احنا اتكلمنا قبل كده عن نقطة الفور شادوينج، وده بيحصل هنا في الفيلم كتير. هي الحاجة اللي بتنبئك بإن حاجة معينة هتحصل في القصة بعد كده، هنا بينبئنا ان هي احسان اللي هتفرق ما بين الاتنين دول. بعد ما بنشوف الحب البريء العذري اللي ما بين احسان وعلي، بنلاقي بقى محجوب وهو بيدي فلوس لواحدة بتاكل من الزبالة عشان يستدرجها، ومكتوب وراها صندوق القمامة. في طوال الفيلم صلاح أبو سيف ما بيعرفناش على الشخصيات بالكلام، بيعرفنا على الشخصيات بصريا بحركتهم وبمكانهم وباللي مكتوب وراهم. محجوب بيسافر لأبوه عشان عيان، وبنشوف الضنك اللي هم عايشين فيه، وهو هناك بيقابل سالم الإخشيدي اللي كان ثوري في الجامعة وباع نفسه وبقى مدير مكتب وكيل الوزارة. وبيجي مشهد كده بيوريك سالم وهو بيركب درجة الأولى زي الباشا وبراحته مرتاح خالص، والناحية التانية بنشوف محجوب وهو بيتزنق عشان يركب في الدرجة بقى التانية بتاعت الفقراء. بنيجي بعد كده وبنشوف بقى علي في البيت وهو بيتكلم بقى عن الثورة والحاجات والقيام على الظلم والفساد، فبنلاقيه واقف جنبيه صورة لأحمد عرابي وصورة لمصطفى كامل، وجنبيهم برواز تالت. بيقف هو قدام البرواز التالت ده بالظبط كأنه هو القائد التالت بعد الناس دي، هو اللي هيقود الثورة الجاية. برضه فور شادوينج. في بيت إحسان بنشوف الأم واقفة في جنب، إحسان واقفة في النص، وعلى الجنب التاني الأطفال إخواتها، كأن إحسان هي المانع الوحيد ما بين إن العيال دي
تنتهي زي الام دي. ابوها طبعا بيفضل يضغط عليها، عايز يديها لاي حد بيدفع، والباشا بيلاحقها في الرايحه وفي الجايه. بيدخل علي واحسان مسرحيه غادة الكاميليا، وبيطلعوا منهم هو بيتكلم كلام نظري جميل جدا، وهي للأسف مش شايفة من الجوع والفقر وخوفها على اخواتها. وبنشوفها واقفة وراها لوحة مكتوب عليها: بالمال يتحقق جميع الآمال. بتستسلم إحسان للمال وللباشا بسبب الفقر والجوع واخواتها اللي بيشحتوا. الباشا بيغرقها هدايا وفلوس ويجيبها لك بقى وهي داخله الاوضه تقيس الفساتين، كاميرا من فوق الوسع بعد الضيق والفقر اللي كانت فيه. وبتسيب علي واهلها بيتنغنغوا بقى، والهدايا بتيجي، ونشوفهم بعدين يقولوا الحمد لله وبيشكروا ربنا على حاجه هي فساد في فساد. بعدها الثلاث شباب علي واحمد بدير ومحجوب بيتخرجوا وبينجحوا، ابتدوا بقى مشوار البحث عن وظيفه. بيروح محجوب لسالم الإخشيدي مدير مكتب وكيل الوزاره ويتذلل له عشان يشوف له شغلانه. بتشوف طبعا بيتعامل معاه بتعالي ازاي، وبيقول له على رقاصه تقدر تشغله بس ليها تسعيره، كل درجه بفلوس معينه وبتدفع مقدم. بيقول له ما معيش، فبيقول له قدامك حل تاني، في حفله لواحده غنيه بتعمل خير، هتشتري ارخص تذكره في الحفله دي. طبعا هو هيشتري التذكره دي بفلوس الشهر كله، وهتروح الحفله وانا هناك هعرفك عليها ونشوف بقى نمشيك ازاي. بيروح الحفلة وبنشوف بقى قاعد بيشتم، والحقد والغل اللي جواه ناحية الناس دي والبذخ الرهيب اللي هم عايشين فيه. سالم بعد الحفلة بيقول له طريقك للوظيفة مفروش بالكلمات الحلوة اللي تعجب مزاج الهانم. يعني هو كان جاب له شغلانة في جريدة كده في مجلة، فهيكتب مقالات يمدح فيها الهانم والخير اللي بتعمله في مقابل ان هي هتغدق عليه بقى وتشغله. فبيرد عليه محجوب: وانا خدام مزاج الهانم. بعدها بشويه وهو قاعد بيكتب في المقاله، سالم الإخشيدي بيطلبه في مكتبه، والمره دي بيرحب بيه جدا وبيعامله معامله البهوات. بيستغرب، بيعرف انه عايز يطلب منه حاجه. بيجيب له وظيفه بمقابل. ايه المقابل؟ انه يتجوز عشيقه الباشا. وبنشوفه بقى وهو قاعد وسالم على شماله كانه الشيطان بيوسوس له وبيغويه بالفلوس. بيوافق، وفي كتب الكتاب بنكتشف ان العروسه دي هي احسان. في حته طريفه جدا وهم بيملوا المأذون وبيقول له البكر الرشيد، فالمأذون وهو بيكتب بيروح قايل الرشيد وبيلغي البكر كنوع من الكناية ان هي مش بكر، لان هي اصلا عشيقة الباشا. وبعدها بتيجي لقطة التيس المشهورة اللي هي اشهر حاجة في الفيلم، ودي روعة التصوير واستخدام الديكور، حاجتين لمع فيهم صلاح ابو سيف. وبيدوله بعد الجواز الشقة والعفش والهدوم والعروسة وكل حاجة، ما عدا حاجتين. اول حاجة ظرفة في الدولاب دي بتاعت الباشا لما يجي، وتاني حاجة كل يوم سبت الساعة 6 ينزل ويسيب البيت، لان ده الوقت اللي هتبقى فيه عشيقة الباشا مش مراته. بيقعد مع إحسان ويقول لها ليه عملت كده يا إحسان؟ فبتقول له اللي خلاني عملت كده هو اللي خلاك عملت كده، طبعا قصدها على الفقر. وبيشتغل سكرتير للباشا. في نفس الوقت ده علي بيكون جمعية سرية وجورنال عشان يثور على الملك والفساد. وبيجي قاسم بيه في وقت مش وقته، وعلي بينزل يسكر، ولما بيرجع بيكون طبعا البي نزل، بيدخل على إحسان وبينور النور، فبتزعق فيه وبتقول له اطفي النور، وده كناية عن الضمير، ان هي مش عايزه حد يصحي ضميرها دلوقتي، خليه مطفي. بيكتشف بقى ان هو بيحب احسان لما شافها بتتباع، وبتطرده وبيقعد يخبط على باب الاوضه وهو على ركبه وبيصرخ بحبك يا احسان. بعد ما بقى معاه فلوس بينفض لابوه وما بيبعتلوش فلوس، وهو بيبرر لنفسه طبعا ما انت في وظيفه جديده وليها مسؤوليات. وبعدها بنعرف ان الوزاره هتتغير، كله بيخاف وبيتوتر لان المظاهرات ماليه البلد. وبدل ما يمشي قاسم بيه الفاسد بيترقى وبيبقى وزير المعارف. بعد كده في مشهد بقى مع احسان بنشوف ابوها من جنب وجوزها من جنب تاني بيشجعوها ان هي تدلع الباشا لما يجي عشان تعرف ترقي محجوب جوزها وتخليه يبقى مدير مكتب الوزير. وبعد كده بيجيب لنا لقطتين ورا بعض، وعلي بيتقبض عليه عشان بيعمل ثوره وبيقول الحق، ومحجوب قاعد في مكتبه الناس بتقرا له شعر عشان هيترقى. بيدخل عليه سالم الإخشيدي يتملقه ويحاول يعمل معاه ديل، يقول له العدل ان انا اترقى درجه لفوق وانت كمان تترقى درجه فوق، فانا هبقى مدير مكتب الوزير وانت بقى تبقى مكاني. وهم قاعدين بيجي امر الترقيه لمحجوب وبيبقى مدير مكتب الوزير، وسالم بيتنفض له. وبعدها السرايا اللي هو يعني الملك بيدي امر بقتل علي لانه عامل دوشه وعامل مشاكل كتير. فسالم الإخشيدي في محاولة انه ينتقم من محجوب ومن الباشا بيبلغ ابوه بمكانه، وبيبلغ مرات الباشا بمكانه، وقاسم بيه بيجي في ميعاده المظبوط يوم السبت الساعة 6 عشان يلاقي ابو محجوب موجود. اللي محجوب بيقول له ان ده ابو احسان، ده مش بيقوله طبعا ان هو عاشقها، يعني بيقولوا ان هو ده ابوها. فالراجل بيصدق، وبعدها بتطب عليهم مراته
مرات الباشا صوتها عالي بتفضحهم فضيحة المطاهر. أبوه بيتبرى منه ومنظره هو وإحسان بيبقى زفت، هما الاتنين بيتدمروا تماما وبيخسروا كل حاجة، والوزير بيطلع يجري ورا مراته. وفي الناحية التانية بيفشلوا في قتل علي وهو ماشي في الشارع وبيرمي المنشورات وبيهرب، والمنشورات بتطير في الهواء كأنها حمام سلام. وبينتهي الفيلم على بداية النهاية. الفيلم فيه حاجة غريبة شوية، وهي الشخص اللي بيكلمنا طول الفيلم محجوب عبد الدايم. المفروض ان هو أسوأ شخص في الفيلم، ومع ذلك هو ده البطل، هو ده اللي احنا بنمشي معاه مع القصة. محجوب بيكلمنا باستمرار طوال الفيلم، بيعلق على الشخصيات اللي حواليه. ده ليه عدة أهداف، أولهم إن هو يخفف واقع القصة شوية علينا. إحنا مجتمع شرقي، وفكرة إن راجل يسيب مراته لواحد تاني تبقى عشيقته تقيلة قوي علينا، فإن هو يحط عليها طابع كوميدي شوية زي ده عن طريق تعليقات محجوب، ده مقصود عشان يخفف الفيلم شوية عن الجمهور العربي. النقطة التانية، يوضح لنا أكتر إن محجوب مش شخص وحش لمجرد انه يبقى وحش، مش شخص شرير لمجرد الشر، هو باستمرار بيدفع بسبب الفقر ناحية اللي هو بيعمله، ولكنه بيختار طريق مختلف عن الباقيين. فبنشوفه في أول الفيلم وهو بيقول لكل شيء سعر، الحب، المكانة، الشرف. وبعد كده بنيجي في مشهد بنشوف بقى إحسان وهي بتكلموا على الشخصية اللي في مسرحية غادة الكاميليا، بتقول له معقولة يبقى جمالها سر تعاستها؟ فبيقول لها العيب مش عليها، العيب على المجتمع اللي بيقدس الفلوس والمادة. ده بيجيبنا لنظرة الشخصيات نفسها للحياة وللظروف اللي هي فيها. فبنلاقي ان محجوب ده شخص براجماتي. يعني ايه براجماتي؟ يعني بيفكر في مصلحته بس، ما عندوش مبادئ ما بتأثرش على قراره، اللي بيأثر على قراره بس المصلحة، هيكسب ايه من القرار ده، يعني لكل شيء سعر. إحسان المفروض ان هي بتمثل مصر في زمن الملك، والوزير بيمثل الفساد والإنجليز والملك. أما علي فهو بيمثل الاشتراكية والثورية، أو بمعنى أصح جمال عبد الناصر، اللي هو جه فيما بعد بقى الملكية وأنهاها، وابتدى بقى عصر الاشتراكية اللي هي في نظر الفيلم وفي نظر نجيب محفوظ هي الحل. الفترة اللي الفيلم بيدور فيها دي هي الثلاثينات، دي كانت فترة إسماعيل صدقي باشا، كان رئيس الوزراء، لغى الدستور ولغى مجلس الشعب لأنه كان مسنود من الملك والإنجليز، وحكم طبعا بقى إيه بالشكل اللي احنا شفناه في الفيلم، فساد مطلق. أسامي الشخصيات في الفيلم ليها معنى، ممكن تكون واسعة شوية، ولكن محجوب هو شخص محجوب عنه أحلامه، بمعنى إن هو طول الفيلم بيسعى وراء أحلام معينة، ولكن دايما أول ما بيحاول بيبقى خلاص هيمسكها بتتحجب عنه، ما بيعرفش يوصلها. أبوها مثلا اسمه شحات، هو طول الفيلم بيشحت من أي حد ماشي، حتى منها هي شخصيا. مأمون اللي معاهم في السكن واللي هو المتدين، احنا بنلاقي إن مأمون ده بيتكلم عن الدين وبيصلي 3/4 المشاهد اللي بيطلعها، وهو الوحيد اللي بيتكلم على أمها، هو اللي بياخد زميله على جنبه ويقول له ده البت دي انت تعرفش امها كانت شغاله ايه، دي كانت كذا كذا كذا، وبيقول له في ودانه. ده بيودينا لحته النفاق اللي هنتكلم عنها. واخيرا علي اللي هو شخصيه الثوري اللي هي جايه من العلو، ان هو ده الشخص العالي فيهم، بتأدي لافعالهم هم شخصيا. فبنشوف ان احسان نظرتها لاخواتها، هي مش بصه لنفسها، هي مش عايزه لنفسها، هي عايزه اخواتها يبقوا كويسين، عايزه العيال الصغيره، الاجيال اللي جايه هي اللي تبقى كويسه، فبتعلمهم كلام علي وبتبيع نفسها للباشا. نظرة علي وهي فكرة ان هو مفيش حاجة دلوقتي احنا مش مهمين، المهم ان البلد نفسها تقوم، المهم ان الظلم يترفع، وان ارواحنا دي رخيصة في ده. فهو ما عندوش مشكلة ان هو يروح ويتأذى، ونظرته عذرية كده مثالية زيادة عن اللزوم للحياة كلها وللوضع. نظرة احمد بدير الصحفي زميلهم اللي بنبص نلاقيه هو خايف، مش مختلف كتير عن محجوب، ولكنه برضه بيقعد يقول شعارات وحاجات زي علي، ولكنه برضه بنلاقيه بيروح حفلات البهوات الكبار وبيغطي حياتهم وبينشر ده عن طريق صحافته. فهو بيساعد الظالم ولكنه بينسب نفسه للمظلوم. واخيرا محجوب اللي بيحاول يوصل لأهدافه بأي طريقة ممكنة، وبعد ما بيوصل بينسى كل شخص وقف معاه، بينسى كل حاجة كان المفروض يعملها، وما بيفكرش غير في نفسه، لأن هو شايف إنه الوحيد اللي دفع الثمن. مسرحية غادة الكاميليا اللي بيتفرجوا عليها إحسان وعلي في الفيلم هي مسرحية للكاتب ألكسندر دوما، بتحكي قصة فتاة ليل بيحبها شاب وبيحاول يتجوزها، ولكن أبوه بيرفض وبيقنعها إن هي ترفضه عشان ما تنفعلوش، فبتموت في نهاية المسرحية وحيدة وحزينة. ده طبعا إسقاط على قصة إحسان اللي بتبيع نفسها، وبعد كده الطريقة دي هي بتبقى ممنوعة على علي اللي هي بتحب، وبسبب أبوها
هي على عكس المسرحية، وبنلاقي ان هي في الاخر هي كانت طالعة من المسرحية خايفة من المستقبل ده، خايفة ان هي توصل لكده، وده اللي حصل فعلا. التعليقات اللي بيقولها محجوب اثناء الفيلم هي مش حكم زي الفيلم نفسه. الفيلم مش حكم، الفيلم مش بيحكم على إحسان وعلى محجوب وعلى علي. الفيلم بس بيعرض مين اللي كسب ومين اللي خسر. فلما بنشوف في مشهد بنلاقي محجوب وهو رايح بنية كويسة، هو رايح عايز يشتغل، عايز يصرف على اهله. فلما بيعرض عليه سالم ان هو يتجوز قريبة البي، وبعد كده بيبتدي بقى الكلام يتغير، معارفه دي صديقته، ويفضل يقول بقى ايه، محجوب بيرد بيقول نزلنا درجة، وبعد كده نزلنا درجة كمان، لحد ما بيقول لما بيعرض عليه بقى ان هي صديقة الباشا، فبيقول وكده نزلنا اسفل السافلين. هو عارف، وكأن اللي بيتقال له ده حكم عليه بان هو خلاص كده هينزل اسفل السافلين، لانه ما يقدرش يقول لا. وده كله بيعزز فكرة ان احنا نأنسن شخصية محجوب. ما ينفعش نجيب شخصية نرمي عليها الوحش كله في الفيلم ونكرهها هي بس. بصراحة أبو سيف أذكى من كده بكتير. هو عايزك يحطك في معضلة، ما تحطش نفسك وتقول أنا أحسن من محجوب ومحجوب ده زبالة، لأن أنت ما دقتش الفقر اللي هو فيه. عشان كده اللي عمله محجوب هو نفسه اللي عملته إحسان، ولكن إحنا ممكن نتعاطف مع إحسان ونكره محجوب. الاتنين نفس الظروف ونفس الوضع، ولكن سلوكهم ما بعد ذلك هو اللي اختلف. هي ساعدت أهلها مع انهم ما يستاهلوش، وهو ما ساعدش اهله مع انهم ما يستاهلوا. هو ده اللي يخلي محجوب وحش. والطريقه ان المخرج يخلينا نتكلم ونسمع محجوب وهو بيتكلم خلى محجوب ما يبقاش مكروه قوي، لانه بيضحكنا، واللي يضحكك ما تعرفش ان انت تكرهه قوي. برضه بنشوف حته ان هي احسان نفسها محجوب كان بيبص لها على انها حته لحم. سعاد حسني ماشيه قدامه بيبص لها من تحت لفوق، بيبص على جسمها وبعد كده بيبص على وشها. لما اتجوزها وشافها بعد ما الباشا كان موجود والسرير بقى متلخبط جنبها والاكله محطوط، عرف ان الباشا كان في السرير. لما شافها بتتباع حبها، دي اللقطه اللي حبها فيها محجوب عبد الدايم، لانه حس ان هي ليها قيمه، حس ان هي بتتاخد منه وبتتسرق منه. فساعتها بيحاول بقى ان هو يقول لها انا بحبك وانا بحبك يا احسان والكلام ده كله. ده رمزيه عن الناس اللي الوطنيه مش بتصحى جواها غير لما يشوفوا بلدهم بتضيع. ما هي البلد موجوده من قبل كده، لكن انت اخترت ان انت تحبها بس وتقول انا بحبك كبلدي والكلام ده كله لما شفتها بتضيع. في مشهد من المشاهد برضو استخدام الديكور، بنشوف لوحة مكتوب عليها لولا الراعي ما نكست الرعية. برضو كناية عن اللي بيحصل، ان الاب اللي باع بنته، والملك اللي بيبيع البلد، والباشا اللي بيتاجر بالموظفين بتوعه وبيتاجر بالبني ادمين. فالاستخدام الديكور ده طول الفيلم. برضو بعد ما بيطلعوا من المسرحيه بنلاقيهم واقفين وراهم بوستر بتاع فيلم او مسرحيه تانية، والبطله واقفه خايفه والبطل واقف جنبها بيحميها، وفي الناحيه التانية زي وحش او مصاص دماء كده عايز ياكلها. دي قصه الفيلم، قصه الفيلم بالكامل في البوستر ده. وده بيجيبنا لفلسفه الطز، فلسفة محجوب عبد الدايم. ايه هي فلسفة الطز؟ دي ممكن تكون حاجة حد يشوفها كوميدية. فلسفة الطز هي فلسفة اللامبالاة، هي فلسفة اللي هو عدي، كله هيعدي، ان هو ناخد كل شيء بسخرية، ناخد كل شيء بتريقة، ناخد كل شيء بهزار، لحد ما الحاجة تفقد معناها واحنا نفقد الإحساس. وكلمة طز هي طبعا كلمة جاية من كلمة عثمانية معناها ملح. وده يعني لما كانوا بيخشوا جوه القلعة ويفتشوهم جايب معاك ايه يقول له طز، فيجي بعد كده المرة اللي بعدها يفتشه يقول له جايب معاك ايه يقول له طز، يجي بقى بعدها مرة تانية قبل ما يفتشه يقول له يا عم طز طز طز، يعني اللي هو انا معايا ملح يعني مش مستاهلة. فهنا الرمزية بتاعتها ان هي اللامبالاة. بنشوف بقى حاجة ذكية جدا في الفيلم، ليه الكاميرا بعيدة على الكل، كله بيجي من شوت وايد واسعة، الكاميرا جايبه الشخص بالمشهد اللي حواليه ما عدا محجوب، دايما الكاميرا قريبه من وشه. ده ليه سببين. السبب الاول ان احنا جوه دماغ محجوب، احنا بنسمع افكاره، احنا بنسمع كلامه مع نفسه. السبب الثاني هو ان فساد محجوب مكشوف لنا. ده الشخص اللي احنا شايفين ان هو فاسد وعارفين ان هو فاسد وهو معترف لينا ان هو فاسد، فهو مكشوف، ولكن الباقي كله مغطي ده، عشان كده واقفين بعيد عننا. وطبعا بيتجلى بقى الفساد في الفيلم لما بيوريك بقى ان رقاصه بتشغل الناس في الحكومه، ومدير الاوقاف بياخد نص مرتب الموظف لمده 2 سنين ويشغلك. طب موافق؟ لا، اصل هو بيحج دلوقتي، المرتشي بيحج والرقاصه بتعين. وفي الاخر بنشوف ان سالم الإخشيدي بيدمر الفساد، بيدمر الباشا وبيدمر محجوب الفاسدين، ولكن عشان هو كمان فاسد هو بيدمرهم عشان ما سابلوش مكان في الفساد معاهم. وفي الاخر الفيلم بيكتب بداية النهاية، يعني بداية نهاية الفساد والعصر الملكي
بداية عصر جديد بقى، اللي هو عصر الثورة ومصر الجديدة بقى. وهنا الفيلم بيورينا المكسب القريب والمكسب البعيد. المكسب القريب اللي اختاره إحسان واختاره محجوب عبد الدايم، والمكسب البعيد اللي اختاره علي، وعلي هو اللي كسب في النهاية. الفيلم بيورينا ان نفس الظروف اللي طلعت إحسان بالشكل ده واللي طلعت محجوب بالشكل ده هي نفس الظروف اللي طلعت علي الثوري اللي رافض ان هو يبيع نفسه ويحارب عشان الجميع. فيلم القاهرة 30 هو فيلم ظاهره غير باطنه، مش زي العنوان انه بس القاهرة 30، لانه في كل مدينة، في كل مكان، وفي كل وقت، في الفساد والنفاق اللي بياكل المجتمع من فوق لتحت. الفيلم عن اللي بيبرر لنفسه استغلال البشر واللي بيديله فرصة يستغلهم. أكبر فاسد في الفيلم مش محجوب عبد الدايم ومش قاسم بيه، أكبر فاسد هو الأب اللي باع بنته، مش أبو إحسان وبس، الملك اللي باع البلد للإنجليز والفاسدين عشان ينهشوا فيها. بس دايما في آخر كل نفق نور، وفي كل نهاية بداية. فيلم القاهرة 30 من المراجع السينمائية، من الأفلام اللي كل البيوت عارفاها. كلنا شفنا القاهرة 30 زمان في التلفزيون، ومن الأفلام اللي فعلا حفرت مكانها في تاريخ السينما. الفيلم تم اختياره رقم 57 في أحسن 100 فيلم عربي، ورقم 18 في أحسن 100 فيلم مصري. وما لقيتش أي معلومات عن جوائز أخدها الفيلم زي أفلام كتير من الفترة دي، ولكن كان في ترشيح بجائزة. وتقييمات الفيلم على IMDb الفيلم واخد 7.7/10، وعلى ليتر بوكست الفيلم واخد 3.8/5. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.